صباح الخير متابعيني الكرام. انا جايبه لكم النهارده حاجه بقى ان شاء الله تجربوها وتدعوا لي دعوه كده حلوه من القلب. واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك بسرعه عشان كل ما انزل وصفه جديده ان شاء الله توصل له. وعايزين الفيديو ده تشيروه لاكبر عدد ممكن علشان الكل يستفاد ويبقى لك الاجر والثواب انت كمان. بصوا حبايب قلبي، الصيف وانتوا عارفين بقى ان اليومين دول الصيف حر قوي قوي قوي، ففي ناس بتعرق وفي ناس بتبقى ريحه عرقها نفاذه. انا النهارده جبت لكم خلطه من يعني سهله جدا ومش غاليه، ومهما هم يجربوا في يودرنت وكده ما بيجيبش معاهم نتيجه. انا بقى جايبه لكم وصفه من الاخر. ما تنسوش تدوروا دعوه حلوه من قلبي. يلا بينا يلا بينا. بصوا حبيب قلبي اهو الخلطه بقى عباره عن ايه. دي شبه، الشبه دي انت بتجيبيها من عند العطار، بس تكوني انت طبعا واثقه في العطار بتاعك، او انت بتجيبيها وتطحنيها بس يعني اهي. هي بتبقى عباره عن حجر كده واحنا بنطحنه. فنصيحه مني انك انت يعني تكوني في عطار واثقه فيه، ويكون عطار كويس جدا وهاتيها من عنده. اهي بصوا هي بتبقى عامله ازاي. اهي بتبقى خشنه كده زي ما انتوا شايفينها اهي في الكاميرا. شايفين عامله ازاي اهي. هنجيبها انا بصوا اهو بستخدمه انا، خلصت من عندي اهي. هروح عامله ايه بقى، جايبه مثلا معلقه كبيره كده اهو زي ما انتوا شايفين اهي. وهي بصوا لما بتقعد بتتكتل كده اهي. هروح حطاها كده مثلا، ادي معلقه كبيره اهي. بصوا بقى عندكم اوبشنين. اول اوبشن انك انتوا بتجيبوا زيت جوز الهند اهو. ده زيت جوز الهند بتجيبوه برضو من عند العطار وتحطوها عليه، او بتجيبوا ميه ورد واي عطر عندكم، مثلا ده زيت الورد، اي نوع عطر بيرفن عندكم بتحبوه اللي انتوا تحبوه. فانا بقى هعمل ايه، انا عندي اهي هعملها مثلا بزيت جوز الهند. دي يعني يستخدمها الصغيرين الكبار اي حد يستخدمها. يعني زي ما تحبي. ممكن لو انت عايزه تعمليها بميه يعني دي ميه ورد، عايزه تعمليها بميه الورد اوكي. عايزه تعمليها بزيت جوز الهند وانا ارشح لك زيت جوز الهند، هو حلو جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نحط ونقلب كده، هي بتبقى عامله زي العجينه اهو. وبتفتح وبتبيض منطقه الاندر ار اهي، وجميله جدا جدا جدا، وهتبقى ليكويد معانا اهو زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين هنقلبها كويس جدا في زيت جوز الهند اهو اهو. يعني انت عايزه تعمليها بميه المواد ده لو انت عايزاها تبقى سائله، يعني لو انت عايزاها تبقى سايله كده زي الميه او ليكويد، بنعمل ايه، بنروح ضايفين عليها ميه الورد. الى العلبه دي فيها ميه ورد، انا مفضيه اصلا فيها ميه ورد، فدي ميه ورد. مش عايزه يعني تبقى يعني لو مش عايزاها مثلا تبقى سايله مثلا ولا حاجه، لا احنا ممكن نعملها كده اهي. بتبقى زي العجينه كده اهي ما شاء الله. بس لازم يعني تخلطيها كويس قوي 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 كده اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهي. الكميه اللي انت حباها اهو. بصوا انا كنت عامله وخلصت وهعملها تاني اهو. دي بتقعد معاكي ما شاء الله، ما بيحصلهاش اي حاجه، كلها مواد طبيعيه. بتجيبي جوز هند من عند زيت جوز الهند من عند العطار، وبتجيبي الشبه هو يعني بتبقى هي صحيحه كده بتخليه يطحنها لك، او لو هو عنده مثلا انت واثقه فيه ولا حاجه بتجيبيها مطحونه زي كده اهي. وبتحطيها في قلب برطمان وبتقفليها
اهو. انا كمني انا بستخدمها كتير في حاجات كتير، بس مش يعني للخلطة دي بس كده، فبجيب ما شاء الله كمية وبتخلص. بتبقى العلبة ديت اهي، بصوا شابة مطحونة. بتبقى العلبة ديت وبستخدمها بقى في التعطير، في الوصفات، في كده اهي. بصوا اهي، هي كده ريحتها حلوة جدا. انا ممكن بقى اروح ضايفة عليها مثلا، لو عايزة مثلا عليها مثلا شوية اهو زيت الورد او اي برفيوم انتي بتحبيه اهو، بتحطيه بس بيبقى زيت اهو. بصوا اهي ما شاء الله. نحط شويه كمان اهو اهي اهي زي ما انتوا شايفين. هتقعد معاكي ما شاء الله. خليها دايما، بس لما نصيحه مني تيجي تستخدميها تاخدي شاور وبعدين تبتدي تحطي منها اهي. بصوا انا عاملاها اهي وفضيتها بس عشان اعملها قدامكم اهي. بقلبها كويس قوي اهو اهي. بصوا هي هتبقى عامله زي العجينه. المهم ان انت تدوبيها كويس جدا 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 اهي في قلب الزيت اهو. بصي وبعدين بتاخدي كده اهو. بصوا اهي حطيت اهي. بصوا تحفه اهي اهي. تروحي حاطه عليها كده. انتوا بصوا هتحسي ان هي يعني هي خشنه شويه اهي. بصوا اهي الله اهي. بس لازم لما تستخدموها اهي، انا استخدمتها على ايدي اهو يا جماعه، يعني اكني ده الاندر ار. انا خلاص اخدت شاور ونشفت المنطقه كويس جدا، وبعدين هبتدي احط عليها. بصوا اهي هتعرقوا، هتبقى ريحتكم حلوه جدا 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 جدا. بصوا الشابه صحيه جدا جدا جدا، مفيش فيها اي خطوره ولا اي حاجه اهي. جميله 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 اهي. وفي نفس الوقت اهي عجناها. لو انتي مثلا عايزه في اوبشن اهو نحط عليها برضو شويه ميه ورد اهو، لو انتي عايزاها بقى ليكويد اهي. بصوا اهي عندك ازازه ممكن تحطيها فيها او تحطيها في البرطمان كده اهو. بصوا ما شاء الله اهي. بصوا اهي اهي. كل اليودرنت اللي انتوا بتجيبوه من الصيدليه اوكي، ده كله بيبقى بيحطوا فيه شبه اهو. استعملي بقى الخلطه دي بتاعت تكات وصفات دندونه، استحاله 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 يطلع لك ريحه خالص خالص خالص. بس اهم حاجه لما تستخدمي الخلطه دي اهي. بصوا هي على ايدي اهي، لو انت عايزاها ليكويد اهي تستخدميها كده اهو. لازم تكوني واخده شاور ومنشفه منطقه الاندر ار اهي، امنه جدا 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 على البشره اهو. ريحتها تخبل اهو. وتروحي حاطاه عندك مثلا الازازه بتاعه مثلا عندك قديمه مثلا ولا حاجه بتاعه اليودرنت، بتروحي انت غسلاها ومعقماها وبعدين منشفاها كويس جدا من الميه اللي فيها، وبعدين بتبتدي تحطي. ده شكلها النهائي اهو، شايفين اهو. بصوا بيبقى ايه لو انت عايزاها ليكويد كده. يبقى انا حطيت معلقه ونص او معلقتين على معلقه زيت على معلقه ميه ورد، وحطيت العطر بقى اللي انت تحبيه، بس لازم يكون زيت اهو. وعملت بيها اهو. بصوا ما شاء الله اهي عملتها بقت جميله جدا 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 اهي. يستخدموها الصغيرين، يستخدموها الكبار، اي حد يستخدمها، امنه جدا. انا حطيتها على ايدي اهو، مش قادره اقول لكم على الريحه. بصوا الشقه كلها ريحتها اهي بقت نفس ريحه ال الخلطه اللي انا حطاها دي. بصوا ريحتها جميله جدا جدا جدا. زيت الورد ريحته حلوه جدا. اي عطر انت بتحبيه بس لازم يكون زيت اهو.
بصوا جميلة وحلوة جدا جدا جدا. بصوا وبتبيض، يعني هي في نفس الوقت بتمنع العرق، لما تعرقي يبقى ريحة عرقك كويسة، وفي نفس الوقت بتفتح منطقة الاندر ار عندك، امنة جدا 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 جدا. اهي اهو، يا رب اكون فدتكم. عايزين الفيديو دوت يعني شيروه لاكبر عدد ممكن، خلي الناس كلها تستفاد، وكل اللي هيشاروا ان شاء الله هيكون في ميزان حسناته. بحبكم في الله، وانتظروني في فيديو جديد. تكات وصفات دندونة. باي باي.